الحمد لله ولي المتقين. الحمد لله العزيز الحميد، المحصي المبدئ المعيد، حق من عبد وأكرم من سئل، وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية، والسر أمامه علانية. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المنير، رحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في تفسير قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كان الله عز وجل يشير في هذه الآية إلى إشارة بليغة إلى أن العطاء الإلهي لا يمنح إلا عند اكتمال النضج، والنضج هو مسؤولية الشخص في تغيير ما بداخله. فالاستواء هو عملية ذاتية تعتمد على الشخص نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا يحرمك أبدا، بل يمهدك ويمهلك وقتا، يشكلك بتدرج من الداخل، يشكلك بالتجارب وبالانكسارات وبالانتظار، حتى تفهم الدرس كاملا، لكي تكتمل نفسيا وجسديا، وتتعلم من إخفاقاتك وسوء اختياراتك، وتكتسب صبرا. فكل ما كان قبل ذلك هو مجرد نسخة تحت التطوير، لا تحتمل أبدا لهفتك بالطلب، ولكن حين تستوي وتتروى في قراراتك يكرمك الله عز وجل ويرزقك من حيث لا تحتسب، لأنك اجتهدت في تهذيب نسختك وأصبحت كفءا لمكافأتك. فكل تأخير في جوهره جزء من تقليم نسختك القديمة، فأنت تستحق وقتها أن تستقبل الجائزة لكي تجيد التعامل مع هذه الجائزة، ولكن خذ حذرك كي لا تضيع هذه الجائزة. فتأكد أخي الحبيب أن الله سبحانه وتعالى يريد بك الخير دائما، ويحبك ويدبر لك كل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.